اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فصل في عادات مستحسنة في العشر من ذي الحجة. قد جاء في عاداتنا المختلفة في العشر من ذي الحجة المشرفة صلى الله على محمد تجديد ما في عشر موسى من أثر وما لهذه العشر من سر ظهر صلى الله على محمد إذ وعد الرحمن موسى فقضى شهر صيام فرحا حتى انقضى صلى الله على محمد فاستاك بالعود كما قد ورد فزاده عشرا صياما زايدا صلى الله على محمد فصار في عادات بعض المسلمين خروج أطفال بنات أو بنين صلى الله على محمد بين البيوت يلهجون بالدعاء مع الأهازيج ابتهاجا مسمعا صلى الله على محمد يدعون للآباء والأبناء وللحجيج العود في هناء صلى الله على محمد وبعضهم يخصها بالاعتكاف في الحرمين أو بتكرار الطواف صلى الله على محمد والبعض يكري الضيف والجيران ثوابها لميت قد بانا صلى الله على محمد لأن في العشر ثواب محتمل للحي والموتى لهم دون جدل صلى الله على محمد ومن يبدع مثل هذا شانه حرمان من مات كذا حرمانه صلى الله على محمد وربما كان الدليل يحمله كمثل ما نحن اقتناعا نفعله صلى الله على محمد والله يقضي ما يشاء في العباد فعلا وتركا إن بدا نص استناد صلى الله على محمد على النبي والآل صلى ربنا وآل إبراهيم من شادوا البناء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى